ياسين مريح لاعب منتخب تونس. ياسين، خسارة شوط تكتيكيا وقلة تركيز كلفت المنتخب التونسي خسارة المباراة اللي كان المفروض ما يخسرهاش في هذه الكأس العالمية، رغم أنه الشوط الثاني كان ممتاز وكان مسيطر فيه المنتخب التونسي. صحيح، نافع ضيعنا شوط كامل، ما دخلناش بالكدا في الماتش عكس الفريق المنافس، دخل كما حب هو. قبلنا هدف، حاولنا باش نرجعوا في المباراة، جاتنا عديد الفرص الشوط الثاني، حتى في الشوط الاول معناتها جاتنا فرصه معناتها كنا نجموا نسجلوها، مي الله غالب اليوم الحظ ما حالفناش، الكره ما حبتناش، حاولنا بكل ما عندنا. هذاك لو نيفو كي تلاتي شوط صعيب باش ترجع. ياسين، يعني على عكس مباراة الدنمارك اللي كانت ممتازة تكتيكيا، المنتخب التونسي فرض نسق اللعب اللي حبوه على المنتخب الدنماركي. اليوم يعني شاهدنا وكأنه المنتخب التونسي سهل مهمة أستراليا، وتكتيكيا يعني خاصة لاعبي المحور لعبتوا اللعب اللي حبذوه الأستراليين بتطويل كرات عديدة في الشوط الأول. المنتخب الاسترالي قرانا مليح، على كل كرة في المحور الدفاعي يجي بريسي، ما نجموش نلعبوا كرة القصيرة اليوم عكس ماتش الدنمارك. دونك حاولنا نلعبوا الكرة الطويل ونخلطوا على الكرة الثانية. كما قلت لك ضيعنا شوط تكتيكيا، حاولنا نرجعوا في الشوط الثاني. نتصور كانت السيطرة كل عنا في الشوط الثاني وبرشا فرص، مي الله غالب ما كيناش. شوف في عينيكم كثير حسرة، أكيد أنه جماهير كبيرة كانت اليوم تقريبا 30,000 تونسي، والملايين يتابعوا فيكم عبر قنوات بي إن سبورتس، أكيد خيبة أمل كبيرة يا ياسين. أكيد حلمة جوارات وحلمة شعب دور 16 باش نمشيو للدور الثانية. اليوم صعبت شوية، كل شيء جايز في الكورة ما صعبت شوية، أكيد تأثير وأكيد مانيش فرحانين بشيء هذا. إن شاء الله ربي يعوضنا خير وكا. شكرا لك.